مدير قال لواحد من اشطر الناس في فريقه: من النهارده المشروع ده بتاعك، القرار قرارك وانا مش هتدخل. بعد اسبوعين الموظف اخد اول قرار حقيقي لوحده، درس الموقف، وزن المخاطره، وتصرف زي ما اتقال له بالظبط. تاني يوم المدير ندهله وقال له: انت عملت كده ليه من غير ما ترجع لي؟ استنى، هو مش من شويه كان القرار قرارك؟ في اللحظه دي الموظف اكتشف ان اللي اتسلمه ما كانتش صلاحيه، كانت مسؤوليه جاهزه ومعاها اللوم، باكج على بعض. والفخ ده اخطر من مدير بيقول لك من البدايه انا صاحب القرار، لان هنا انت هتتحاسب كانك سايق مع ان ايد حد تاني كانت على الدركسيون. السؤال مش انت المسؤول ولا لا، السؤال الاهم وقت القرار الصعب انت كنت ممكن ولا مرمي لوحدك؟ ودي حكايه واحده من اخطر الجمل في الاداره: انت المسؤول. تعالوا بقى سوا كده نفكك الفخ ده بالراحة، لأن في فرق كبير بين حاجتين بنخلطهم على بعض أحيانا من غير قصد: المسؤولية والصلاحية. المسؤولية معناها إنك أنت اللي هتتحاسب على النتيجة، الصلاحية معناها إنك أنت اللي بتاخد القرار اللي بيوصل للنتيجة دي. في الوضع الطبيعي الاتنين بيتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه، اللي بياخد القرار هو اللي بيتحاسب عليه، وهو ده العدل والمنطق. بس في نوع من المديرين بيعمل حاجة تانية خالص، بيبعت المسؤولية لوحدها في رحلة ويقعد الصلاحية في مكتبه جنبه ويقول لك انت اللي هتتحاسب، وبيحتفظ لنفسه بالإيد اللي بتقرر. يعني انت هتشيل النتيجة بس القرار اللي بيوصلك للنتيجة لازم يعدي عليه هو الأول. انت ماشي على الطريق واسمك على العربية بس هو ماسك الدركسيون، ولو حصل خبطة هتلاقي نفسك قدام الناس انت اللي قاعد مكان السواق وهو بعيد بيتفرج. ده مش تفويض، ده توزيع للوم. تعالوا نقربها لأرض الواقع. تخيل مدير بيقول لمندوب: انت مسؤول عن العميل ده من الألف للياء، اشتغل معاه براحتك، ده بقى شغلك انت. المندوب اجتهد، بنى علاقة، وصل لمرحلة ان العميل عايز يقفل، بس في اللحظة الأخيرة العميل طلب خصم بسيط عشان يمضي النهاردة. المندوب ما عندوش صلاحية يوافق على أي خصم مهما كان صغير، لازم إيميل للمدير وموافقة ويومين مستني الرد. العميل ما استناش والصفقة راحت لواحد تاني. تعرف المدير قال إيه بعدها؟ انت كنت مسؤول عن العميل ده، ضيعته ليه؟ شايف اللعبة؟ المسؤولية كانت كلها في ايد المندوب. القرار الوحيد اللي كان هينقذ الموقف كان في مكان تاني خالص بعيد عنه. في الاخر اتحاسب على نتيجة هو ما كانش ماسك الاداء اللي بتعملها من الاول. خليني اقول لك السر اللي ورا كل فخ زي ده: الجملة اللي المدير بيقولها لنفسه في سره حتى لو عمره ما نطقها بصوت عالي: لو المسألة نجحت أنا اللي وافقت، ولو فشلت هو اللي نفذ. دي معادلة مربحة جدا للمدير. النجاح بيرجع له لأنه هو صاحب القرار الأخير، والفشل بيروح للموظف اللي كان مسؤول. انت كده ضمنت انك كسبان في الحالتين، مفيش اي مخاطرة عليك انت شخصيا، كل المخاطرة اترمت في حضن حد تاني وهو مش واخد باله انه شايلها اصلا. وتعرف ليه المدير بيقع في ده اصلا؟ حتى الطيب اللي نيته كويسة، عشان التمكين الحقيقي بيخوف. لما تدي حد صلاحية بجد انت بتفقد السيطرة على جزء من النتيجة ويتحط سمعتك في ايد حد تاني، وده احساس مرعب لاي مدير. فبيعمل حل وسط في دماغه من غير ما يحس: هديله احساس التمكين واحتفظ انا بالقرار الحقيقي عشان انام مطمن. الحل الوسط ده هو الفخ نفسه. انت بتحاول تكسب الامان لنفسك وبترمي القلق كله على موظف تاني حملته النتيجة وشلت منه أداة التحكم. والمشكلة الأعمق: الموظف نفسه ما بيقدرش يسمي المشكلة، هو حاسس إنه تعبان، إنه مشلول، إنه بيتلام على حاجة مش في إيده أصلا، بس بيفسر ده كله على إنه هو المشكلة. يقول لنفسه: يمكن أنا مش شاطر كفاية، أو ما عنديش الخبرة اللي تسمح لي بالنجاح ده، أو يمكن أنا اللي بتسرع.
وممكن يقول في نفسه لو كنت رجعت له كان أحسن. بيقعد يجلد في نفسه ويلوم في نفسه فترة طويلة على مشكلة مش مشكلته من الأساس، بيحمل نفسه الغلط ده أصلا في التصميم على إنه الغلط ده بتاعه هو شخصيا. وهنا الطبقة اللي محدش بيشوفها، أخطر نوع من المديرين اللي بيعمل ده مش المدير الوحش. المدير الوحش بيبان من بعيد وانت بتحط نفسك في وشه، لا احنا بنتكلم على المدير الطيب، المدير الكويس اللي فاكر نفسه بيمكن. الراجل ده بيقول لك الباب مفتوح، تعالى لي ادخل استشيرني في اي حاجه، وهو فاكر ان ده دعم وحنان، مش واخد باله ان كل مره بترجع له فيها بيسحب القرار من ايدك تاني من غير ما ياخد باله هو كمان. بيمكنك بلسانه بالكلام وبيسحب الصلاحيه بافعاله، وانت بتشكره وانت خارج وبتحس انك متظبط جدا، مش واخد بالك انك خرجت وايدك فاضيه زي ما دخلت بالظبط. الفجوه دي ليها اسم واضح في علم الاداره، responsibility authority gap، فجوة المسؤولية والصلاحية، انك تكون مسؤول عن نتيجة من غير السلطة اللي هتمكنك من انك تعملها. والفجوة دي ما بتبانش وقت النجاح، بتبان وقت القرار الصعب ووقت الغلط. والمشكلة هنا مش نفسية بس، الفجوة دي ليها 3 فواتير بتظهر في الشغل. اول فاتورة بطء القرار، كل موقف صغير يطلع السلم لفوق فيتحول المدير من قائد لمجرد سنترال والفريق كله واقف في الطابور عند بابه. تاني فاتورة العجز بالخبرة، الموظف بيجرب مرة واتنين وكل مرة القرار يرجع من ايده يتعلم ان الأضمن انه ما يقررش. بعد فترة المدير يشتكي ان الفريق سلبي مع انه هو اللي دربه على الانتظار. تالت فاتورة محاسبة وهمية، الأسامي متوزعة على الملفات لكن السلطة الحقيقية كلها متجمعة عند شخص واحد، فتلاقي عندك 20 واحد مسؤول على الورق وشخص واحد مسؤول في الحقيقة. ولما النتيجة تقع التقارير تقدر تحدد اسم الموظف لكنها ما تقدرش تحدد صاحب القرار الحقيقي. وعشان كده الفجوة دي ما بتضيعش صفقة واحدة بس، هي بتصنع منظومة بطيئة وخايفة لكنها ممتازة جدا في توزيع اللوم. خليني أوديك لتجربة حقيقية بتكشف الفخ ده على مستوى شركة كاملة. سنة 2008 إيدي لامبرت الراجل المسيطر على سييرز وقتها، الشركة دي كانت واحدة من أقدم سلاسل التجزئة في أمريكا كلها، الشركة اللي كانت زمان بتبيع كل حاجة لكل بيت أمريكي. قسم الشركة لأكتر من 30 وحدة شبه مستقلة، كل وحدة لها رئيس ومجلس وميزانية وأرباح وخسائر بتتحسب لوحدها. الفكرة على الورق كانت جذابة جدا، سيب الوحدات تتنافس زي السوق الحقيقي والأقوى هيظهر والموارد هتروح للأفضل والأحسن هيكسب وده هيطلع أحسن ما فيهم. كلام يشبه التمكين جدا، لكن في تفصيلة غيرت اللعبة. الوحدات اتوزعت عليها مسؤولية النتائج في الوقت اللي توزيع رأس المال والقرار الاستراتيجي العام فضلوا في المركز في ايد شخص واحد بس، ايدي لامبرت. يعني كل وحدة مطالبة تكسب لكن المصدر اللي بيسمح ليها تستثمر او تغير مسارها لسه بيتحكم فيه مكان تاني. عارف ايه اللي حصل؟ بدل ما الوحدات تتعاون لمصلحة الشركة كلها بدأت تحس ان اقرب منافس ليها موجود جوه نفس الشركة. كل واحدة بتحسن رقمها هي حتى لو ده هيضر الرقم الإجمالي بتاع الشركة. ووصل الموضوع لدرجة إن في وحدات داخلية بقت تبيع خدمات ومنتجات لبعض وتدخل في تفاوض وصراع على الموارد، كأن اللوحة اللي فوق المبنى مش مكتوب عليها اسم واحد بس. العميل بقى خارج المعادلة، والطاقة اللي كان المفروض تروح لمنافسة السوق اتصرفت في منافسة زميلك اللي في الوحدة اللي جنبك. لازم نقف مع نفسنا لحظة ونبقى منصفين. التجربة دي ما كانتش السبب الوحيد في سقوط سييرز. الشركة كان عندها سنين من التراجع وتحت ضغط التجارة الإلكترونية وضعف الاستثمار في المتاجر ومشاكل استراتيجية أكبر. لكن الهيكل ده ضاعف المرض
لأنه وزع المحاسبة على وحدات كتير وركز موارد القرار في مكان ضيق وزرع قوانين تخلي كل جزء ينجح على حساب الكل. سنة 2018 وصلت سيرز هولدنج للإفلاس. المشهد هنا مش التمكين فشل، المشهد إنها استقلالية بلا سلطة متكافئة ومحاسبة من غير هدف مشترك. ممكن تحول شركة كاملة لفرق يمكن تكسب منفصلة، لكن الشركة كلها بتخسر، وده الوش الوحش. تعال بقى نبص على الوش التاني عشان الأداة نفسها ممكن تشتغل بالعكس تماما. في المقابل تعالوا نبص على الوش التاني. ريتز كارلتون اشتهرت بقاعدة بقت مثال عالمي في الخدمة. الموظف عنده مساحة يستخدم لحد $2000 لكل نزيل بيحصل معاه أي مشكلة عشان يحل مشكلة أو يصلح تجربة سيئة من غير موافقة مسبقة، من أول موظف الاستقبال لحد مدير الفندق. ناس كتير بتقف عند الرقم $2000، بس الرقم الأهم في القصة هو الصفر. صفر موافقات مسبقة، صفر استنى اسأل مديري، صفر خليني ارجع لك بكرة. وخد بالك $2000 دول مش هدف لازم الموظف يصرفه، ومش معناها انه يوزع تعويضات بغير حساب. ده سقف صلاحية معروف قبل الأزمة ومعاه تدريب ومعايير واضحة عن تجربة النزيل. تخيل نزيل زعلان الساعة 2 بالليل، رحلته اتلغت أو حاجته ضاعت، الموظف يقدر يتصرف في اللحظة، يرتب له احتياجاته، يظبط له أوضة بسرعة، أو يقدم تعويض مناسب من غير ما يسيب المشكلة تبرد وتهدى وهو مستني موافقة أو توقيع. القيمة الحقيقية مش في الفلوس، القيمة إن الشركة حسمت سؤال قبل ما المشكلة تحصل: مين صاحب القرار في لحظة خدمة النزيل؟ ولما القرار يكون داخل نطاق معلن، مراجعته بعد كده تبقى للتعلم وتحسين الحكم، مش لمفاجأة الموظف بأن الصلاحية ما كانتش بتاعته أصلا. شايفين الفرق؟ في سيرز اتقال للوحدات انتوا مستقلين، لكن الموارد الحاسمة فضلت في المركز في ايد شخص واحد بس. في الريدز اتقالت للموظف انت صاحب القرار ومعاك كل الصلاحيات، وتحدد له نطاق يقدر يتحرك جواه فعلا. الفرق ما كانش في خطاب التمكين، كان في لحظة القرار على الأرض مين اللي كان ماسكه في ايده. وهنا في شرط مهم عشان ما نقعش في الناحية العكسية: صلاحية من غير معلومات أو تدريب أو موارد مش تمكين، دي قمار. ما ينفعش تقول لموظف القرار قرارك وهو مش شايف الأرقام أو مش شايف المخاطرة أو ما عندوش حتى الأداة اللي ينفذ بيها. المعادلة الكاملة 4 حاجات: مسؤولية واضحة، صلاحية تناسبها، معلومات وموارد تكفي القرار، وغطى وقت الخطأ الحقيقي جوه حدود الصلاحيات. لو شلت الصلاحية انت صنعت منفذ بيتحاسب كأنه قائد، لو شلت المعلومات صنعت قائد بيقرر وهو مغمض، ولو شلت الغطا صنعت موظف هيختار دايما القرار الأأمن ليه مش الأفضل للشغل. وعشان كده التمكين مش إنك تسيب القرار وتمشي، التمكين إنك تبني نظام يخلي الشخص يقدر يقرر ويعرف حدود قراره ويثق إن القواعد مش هتتغير بعد ظهور النتيجة. ساعتها بس المحاسبة تبقى عدل، لأنك لما حاسبته كان هو المالك الحقيقي للقرار. طب إيه خلاصة الموضوع ده وهيودينا على إيه؟ الخلاصة إن التمكين ما بيتأسي في لحظة النجاح. في لحظة النجاح كله بيبان مكمل وحلو، الموظف مبسوط، المدير بيخبط على كتفه ويقول له أنا عارف إنك هتنجح، الأرقام حلوة والكل مبسوط. التمكين الحقيقي ما بيتقاسش هناك خالص، بيتقاس في لحظة واحدة بس: لحظة الغلط. لما الموظف ياخد قرار بصلاحية أنت اللي مديها له بإيدك والقرار ده يطلع غلط، بص على أول رد فعل ليك في اللحظة دي، لأن أول رد فعل هو اللي بيقول الحقيقة. لو وقفت جنبه وتحملت قدام الناس مسؤولية الصلاحية اللي انت عطيها له، وبعدين رجعت معاه منطق القرار بهدوء، هل كان داخل الحدود وهل اتاخد بالمعلومات اللي كانت متاحة وقتها، يبقى ده تمكين حقيقي. لأن التمكين مش إنك تقول كل قرار صح، لكن إنك ما تغيرش قواعد المحاسبة بعد ظهور النتيجة. لكن لو أول جملة نطقتها كانت أنت ليه ما رجعتليش، يبقى أنت في اللحظة دي كشفت إن الصلاحية اللي اتقالت ما كانتش موجودة أصلا من الأول، كانت صلاحية معارة. زي ما بنسلف أو بنستلف أي حاجة بنرجعها لصاحبها في أي وقت يطلبها، والصلاحية المعارة دي
اخبث من انك ما تفوضش اصلا، لانك لو ما فوضتش من البدايه الموظف عارف انه منفذ ومرتاح في دوره وحاطط توقعاته صح وما بيلومش نفسه. لكن لما تديله وهم الصلاحيه وتسحبها منه فجاه وقت الازمه، انت بتخليه يتحمل نتيجه قرار ما حسش انه ملكه، ويجلد نفسه على غلط ما كانش في ايده يمنعه اصلا. انت مش بس ضيعت الشغل، انت كسرت الانسان ده من جوه. تخيلها كده، حد اداك عربيه وقال لك سوق انت وانا قاعد جنبك، طلعت على الطريق واول ملف صعب لقيت ايده بتمسك الدركسيون وبيلف هو بايده. طب انا سايق ولا لا؟ لو كل ملف مهم هتمسكه انت، يبقى مش انا اللي سايق، انا قاعد في مكان السواق بالصدفه. والفرق ما بيبانش واحنا ماشيين في خط مستقيم، بيبان في اول لفه صعبه. وده بالظبط اللي بيحصل في الشغل، التمكين بيتقاس عند اول ملف مش على الطريق الفاضي. خليني اوريك المعادله دي في واحده من اقدم قصص التمكين في التاريخ، في سوره يوسف. لما الملك عرف براءة يوسف عليه السلام وحكمته قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلمتين لكن ترتيبهم مهم. مكين له مكانة وتمكين حقيقي عند صاحب السلطة، وأمين يعني موضع ثقة. وبعدها يوسف عليه السلام طلب مسؤولية محددة وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما طلبش لقب كبير ولا منصب ضبابي، طلب نطاق واضح، خزائن الأرض. وقال إيه اللي يؤهله للمسؤولية دي؟ الحفظ والعلم. بص للمعادلة اللي اتبنت هنا: تمكين وثقة ونطاق مسؤولية واضح وكفاءة تناسبه، مش تحميل من غير أداة ولا صلاحية من غير أمانة. الفخ بتاعنا بيعمل العكس تماما، بياخد الأمانة، التحميل والمحاسبة، ويشيل التمكين والصلاحية والقرار ويقول لك أنت مسؤول، وينسى أو يتناسى إنه ما ادكش الخزائن اللي المسؤولية دي ملهاش معنى من غيرها. طيب دلوقتي عرفنا الفرق، عرفنا ازاي نسمي الفجوة. السؤال اللي فاضل وهو أصعب سؤال: ازاي تعرف انك انت نفسك واقع في الفخ ده وانت مش واخد بالك؟ والأهم ازاي هتطلع منه؟ دلوقتي محتاجين نحول الكلام ده لأدوات في إيدك، بس قبل الأدوات لازم نفصل بين التمكين والفوضى. التمكين مش معناه إنك تقول للموظف اتصرف براحتك وتختفي، ومش معناه إن كل قرار يبقى من حق أي حد. التمكين الحقيقي له درجات واضحة. الدرجة الأولى: نفذ القرار زي ما اتفقنا. الدرجة الثانية: ادرس الموقف واقترح وأنا أقرر. الدرجة الثالثة: خد القرار لكن بلغني قبل التنفيذ. الدرجة الرابعة: خد القرار ونفذ وعرفني بعد ما يحصل. مفيش درجة فيهم غلط. الغلط إنك تحط الموظف في الدرجة الرابعة بالكلام بس وتحاسبه كأنه في الدرجة الثانية. تقول له القرار قرارك، وأول ما يقرر تسأله ما رجعتليش ليه؟ عشان كده قبل أي تفويض اتفقوا على 3 حاجات: إيه القرارات اللي يملكها لوحده، امتى لازم يصعد، وايه الحد اللي لو وصل له القرار يرجع للمدير. لما ال3 يبقوا واضحين، الصلاحية ما بتبقاش احساس، بتبقى اتفاق يقدر الطرفين يرجعوا له وقت الضغط. يلا بينا نحول الكلام ده لأدوات في ايدك. 5 أدوات، كل واحدة عبارة عن سؤال أو قاعدة تقدر تشغلها بكرة الصبح على طول. الأداة الأولى: اختبار القرار الأخير. بص على أصعب قرار في الملف اللي انت فوضته، مين اللي بيمضي عليه فعليا في الآخر؟ لو لسه انت يبقى انت ما فوضتش، انت وزعت شغل بس. في فرق كبير. التفويض الحقيقي معناه ان في قرارات بتتاخد وبتتنفذ وانت عارف بيها بعد ما تحصل مش قبل. اعمل اختبار بسيط، افتكر آخر 5 قرارات مهمة اتخذت في فريقك، كام واحد فيهم عدى من غير موافقتك انت؟ لو الجواب 0 أو 1 يبقى انت مش بتفوض، انت بتفلتر. لو كل حاجة صغيرة أو كبيرة لازم تعدي عليك الأول، انت مش قائد فريق، انت عنق الزجاجة اللي الفريق كله واقف مستني عنده، والشغل بيتعطل مش عشان الناس ضعيفة، عشان انت مش سايب فرصة حقيقية لحد. الأداة التانية: ارسم حدود الصلاحية قبل المهمة مش بعد الغلط. الفخ بيبان دايما بعد ما الحاجة تحصل، لا،
ده ما كانش من حقك تعمله. طب وانا اعرف منين انه مش من حقي وانت ما قلتش من البداية؟ زي قاعدة الريدز بالظبط، الموظف عارف انه يقدر يتصرف لحد $2000 قبل ما يقابل اول نزيل. النطاق واضح قدامه محدد بالارقام، وارسم الخط بوضوح. لحد هنا قرارك انت لوحدك، بعد الخط ده ترجع لي. ساعتها بس المحاسبة هتبقى عادلة، لأنها بتحاسب على خط اتحدد بدري، مش على مزاج طلع فجأة. الأداة الثالثة وهي الأصعب في الخمسة، قاعدة التغطية وقت الغلط. لما القرار يطلع غلط قدام الناس، انت اللي تقف قدامهم مش هو. وفي موقف من أعظم المواقف على النقطة دي بالذات لازم نحكيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد رضي الله عنه على جيش، وكان شاب صغير في السن، وفي ناس في الجيش أكبر منه سنا، في ناس اتكلمت وطعنوا في إمارته. عارف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ما سكتش وسابه يواجه الكلام لوحده. وقف صلى الله عليه وسلم وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. والحديث على فكرة في الصحيحين. الموقف هنا مش مجرد اختيار قائد، لكن كمان تحمل مسؤولية الاختيار والدفاع عنه وقت الاعتراض. لما تدي حد صلاحية ما ينفعش تختفي أول ما الناس تعترض. لو مكنت حد وسبته وحيد وقت الهجوم، انت ما مكنتهوش، انت رميته في المعركة وشلت الغطا من عليه. الأداة الرابعة، دور ورا نفسك. هل بتصغر الناس من غير ما تحس؟ ليز وايزمان في كتابها مالتيبلايرز بتفرق بين نوعين من القادة: نوع بيكبر الناس اللي حواليه ويطلع أحسن ما فيهم، ونوع بيصغرهم من غير ما ياخد باله أصلا. وأخطر نوع عندها اللي بيصغر اللي حواليه بحسن نية وهو فاكر إنه بيساعدهم. الراجل اللي بيسأل أسئلة فاكرها إرشاد ونصيحة، وهي في الحقيقة بترجع القرار النهائي عنده. زي ما يقول له: هو أنت متأكد؟ أو ما تسأل الأول يا أخي قبل ما تتحرك. أو يقول له: خليني بس أبص عليها بسرعة قبل ما تبعت. كل سؤال منهم يبان لطيف وبريء، بس بيوصل للموظف رسالة واحدة تحت السطر: القرار لسه مش قرارك يا معلم. خد مثال بسيط: موظف جه يعرض لك خطة، انت قلت حلوة بس تعالى نعملها سوا خطوة خطوة الأول. انت في دماغك بتدربه، وهو في دماغه سمع خطتي مش موثوق فيها لوحدها. نفس الجملة، معنيين مختلفين تماما. الفرق بين انك تكبره او تصغره غالبا مش في نيتك، في مين ماسك القرار بعد ما تخلص كلامك. راقب أسئلتك انت شخصيا: بتفتح للموظف مساحة يفكر ويقرر فيها، ولا بتسحب القرار لعندك من غير ما تقصد وبتبقى مبتسم؟ الأداة الخامسة، قيس التمكين بالنتيجة مش بالكلام. التمكين ما بيتقالش في اجتماع، بيتشاف على الأرض، وبيتشاف في رقم واحد بسيط: كم قرار عدى في فريقك النهاردة من غير ما يعدي على مكتبك انت أصلا. لو الرقم بيكبر مع الوقت انت بتمكن فعلا وفريقك بيكبر معاك. لو الرقم ثابت أو بيقل يبقى الكلام حلو بس الأرض فاضية وفريقك واقف مستنيك. ولو انت الموظف ومش المدير، ما تستناش أول أزمة عشان تكتشف حدودك قبل ما تستلم أي ملف. اسأل مديرك 3 أسئلة مباشرة: ايه القرارات اللي اقدر اخدها من غير ما ارجع لك؟ ايه القرارات اللي محتاج ابلغك بيها بس؟ وايه القرارات اللي لازم اخد موافقتك عليها قبل التنفيذ؟ ولو الكلام فضل عام، حوله لموقف حقيقي. قول له: لو العميل طلب خصم كذا، اقرر ولا ارجع لك؟ لو الميعاد اتغير، اتصرف ولا استنى؟ لو الميزانية عدت الرقم ده، مين صاحب القرار؟ الأسئلة دي مش ضعف ومش معناها انك خايف من المسؤولية، بالعكس دي بتحمي المسؤولية من انها تتحول للوم مطاط. وبعد الاتفاق ابعت له رسالة قصيرة: زي ما اتفقنا، انا صاحب القرار داخل الحدود دي وهصعد في الحالات دي. مش عشان تعمل كمين لمديرك، لكن لان الذاكرة وقت النجاح كريمة ووقت الغلط انتقائية. ولو اكتشفت ان مديرك
عايزك مسؤول عن النتيجة لكنه رافض يديك أي مساحة قرار، ما تدخلش معاه في معركة عنوانها أنت مش واثق فيا. خلي الحوار مهني، أنا جاهز أتحاسب على النتيجة، بس محتاج نربط كل نتيجة بالقرار اللي في إيدي فعلا. الجملة دي بتنقل الحوار من المشاعر للتصميم، من أنت واثق فيا ولا لأ، لمين في إيده القرار وعلى أي أساس هنتحاسب. ولو الصلاحية مش هتتحرك يبقى المسؤولية لازم تتعدل، لانك ما ينفعش توافق بهدوء على دور وبعدها تكتشف انك مجرد وجه القرارات شخص تاني. وهنا نوصل للحتة اللي بتكشف كل حاجة عن الحلقة دي. تعالوا نرجع للموظف اللي بدأنا بيه، الموظف اللي اتقال له انت المسؤول وبعدين اتلغى قراره واتقال له ليه ما رجعتليش. هو ما كانش تعبان لانه مش شاطر، ما كانش مشلول لانه متردد او خايف، هو كان بيجلد في نفسه، وكل جلد النفس اللي عمله لنفسه على مدار شهور كان مبني على سؤال غلط من الاساس. هو كان قاعد يسأل نفسه انا ناقصني ايه؟ والسؤال الصح اللي كان لازم يسأله كان انا في ايدي ايه اصلا؟ ولو انت النهارده حاسس بنفس الاحساس ده، انك بتتحاسب على حاجات مش قادر تقرر فيها، انك ماشي وحاسس ان في حد تاني ماسك الدركسيون من ورا ظهرك وانت اسمك على العربيه، اوعى تفكر لثانيه ان دي مشكله في كفاءتك انت، دي مشكله في تصميم دورك. حد صمم الدور بتاعك غلط، حملك التقل كله وشال منك الايد اللي بتحرك. وده بيوصلنا لأهم قاعدة، المشكلة عمرها ما كانت إنك مش قدها، المشكلة كانت إنهم ادوك المسؤولية وسابوا الصلاحية في مكاتبهم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الفريق اللي بيسكت وإزاي إن اللي بيحصل لأول واحد يتكلم بجد هو اللي بيحدد كل حاجة بعد كده. النهاردة كملنا القصة من زاوية تانية خالص، مش بس الكلام اللي بتخاف منه، القرار نفسه اللي بيتسحب من الايد. الاتنين بيرجعوا لاصل واحد، قائد ماسك حاجة في ايده وفاكر انه موزعها. دي كانت تالت أداة في سلسلة الأدوات المزدوجة، الذكاء العاطفي، الأمان، والنهاردة التمكين. التلاتة سلاح في إيد وكل واحد فيهم بيتقاس بنفس السؤال، مين اللي ماسك السلاح والمصلحة مين بيتحرك. ولاحظ الخيط اللي بيربطهم كلهم، مفيش أداة فيهم شريرة في ذاتها. التمكين حاجة عظيمة، لكن كلمة أنت المسؤول من غير صلاحية بتحوله لفخ. نفس الكلمة نفس الأداة، معنيين متناقضين. عشان كده مش كفاية تعرف اسم الأداة، لازم تعرف إزاي تقيس اتجاهها، والاتجاه بيتقاس في لحظة واحدة عمرها ما بتكذب، لحظة الغلط. في الحلقة الجاية هنمسك أداة جديدة كل واحد فينا بيستخدمها كل يوم وهو فاكر انه بيساعد بيها الناس. الأداة دي هي النقد. هنسأل سؤال مزعج، امتى النصيحة بتتحول لإذلال متخفي ملفوف بعناية في هيئة كلمتين أنا بقول لك كده لمصلحتك؟ وإزاي نفس الجملة بالظبط بنفس الكلام تبني واحد وتطلع أحسن نسخة من نفسه، أو تكسر واحد تاني وتصغره قدام الناس، على حسب حاجة واحدة بس انت غالبا مش واخد بالك منها وانت بتقولها. الفيدباك كمان أداة مزدوجة، وش حلو بيرفعك وش وحش بيدوس عليك وهو مبتسم. لو انت في يوم من الأيام قلت لحد أنا بقول لك كده لمصلحتك، الحلقة اللي جاية ليك انت بالذات ومحتاج تشوفها قبل ما تقول الجملة تاني. لو الحلقة دي فادتك في حاجة اعمل لايك وسبسكرايب وانشر الحلقة، عشان الرحلة لسه في أولها والأدوات لسه بتتكشف واحدة ورا التانية. وقول لي في الكومنتس، بس خليك صادق مع نفسك في الإجابة، آخر مرة اتقالك فيها أنت المسؤول طلعت مسؤولية حقيقية معاها الخزائن، ولا صلاحية معارة رجعت لصاحبها أول ما الموقف سخن؟ ولو أنت مدير، آخر قرار غلط اتخذ في فريقك أنت وقفت قدامه ولا سألت ليه ما رجعتليش؟ أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.